أنا كفلسطيني أنا بحكي لك شغلة، إحنا كفلسطينيين بنقول لو تخلى عنا العالم كله المغرب الوحيد لن يتخلى عن فلسطين. واسمعني السبب، وهذا السبب اللي إحنا من دائما كفلسطينيين كلياتنا بنعرفه. 25% من شعبنا الفلسطيني بأصول مغربية في القدس وفي غزة. حي اسمه حي المغاربي الموجود. دخلت على محل في هولندا اليوم، لن أجامل أحد على حساب دم شهدائنا في فلسطين. المغرب قدمت وقدمت وقدمت وقدمت. المغرب من 7 أكتوبر لحد اليوم تخرج وتهتف لدماء فلسطين، وبالعكس أكثر من هيك. قيل أن المغرب بعث 5000 جندي. الجنود وقالوا جنود تحكم مع إسرائيل. بعثنا ما في ولا واحد موجود. قالوا بعثوا 4000 ممرضة. بعثنا الشباب على تل أبيب وبعثناهم على حيفا في مستشفيات حيفا وتل أبيب، لا توجد ولا ممرضة مغربية موجودة. شوف بدي أقول لك شغلة، أنا هذا الشيء أنا لا أدافع عنه، ولكن في كلمة حق لأهل الحق فقط لا أكثر. أنا ماني مصطلح مع المغرب، يعني أنا ما في بيني وبينهم مصالح أو لا سأنافق عليهم، ولكن لما أدافع عن المغرب أعطيني دولة لحد اليوم رفعت صورة هنية وصلت صلاة الغائب على هنية. مين من الدول العربية صلى صلاة الغائب على إسماعيل هنية إلا المغرب؟ مين اللي رفع اليوم صور إسماعيل هنية في المغرب بعد استشهاده رحمة الله عليه؟ طلعوا وصلوا صلاة الغائب عليه. الوحيدين الذين يرفضون حل الدولتين هم المغاربة، فقط المغاربة. الكل أجمع، كل الدول بلا استثناء أجمعت على حل الدولتين إلا المغرب. فكيف بدك يعني أنا اليوم ما أحكي إنه المغرب بالنسبة لنا إحنا كفلسطينيين من يجب أن نشكر يا أخي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ونشكر كل واحد موجود ساعد فلسطين.